راحت متخفية وسحبت سلاح وهددت ستون، بس طلع السلاح مش بيشتغل غير ببصمة جنوده. هنا العالم اتدخل ورش نار في كل حتة، وده اللي ادى فرصة لهوبز وشو إنهم يهربوا. وبدأت الخناقة من جديد. هوبز سرق عربية ضخمة، وهاتي ركبت مع شو، مطاردة بره المؤسسة، ضرب نار، تكسير، وأكشن ملوش آخر. ولما شو لقى نفسه محشور سأل أخته: بتثقي فيا؟ قالت له طبعا. راح رميها لهوبز في عربيته، ونط هو كمان وساب عربيته تنفجر. هوبز سلم القيادة لهاتي، وطلع هو وشو يخلصوا مع ستون، الوحش اللي ما بيخلصش ده. بعد طحن وعجن، مبنى وقع فوق نص العربية، وخد ستون معاه تحت الأنقاض. بس ستون لسه عايش. للأسف الجهاز اتكسر ومحتاج تصليح مستحيل. هاتي طلبت منهم يقتلوها لأن وقتها بيخلص، بس هوبز كان عنده حل تاني: السفر لسامو، وطنه الأم. هناك أخوه جونا، أشطر ميكانيكي ممكن تشوفه، هو الوحيد اللي هيصلح الجهاز. أول ما وصلوا، هوبز كان خايف يدخل، وبمجرد ما خبط، أخوه جونا طرده وقال له: أنت خاين، سبتنا من 20 سنة. وبدأوا يضربوا في بعض لحد ما الأم ظهرت، وبالشبشب المشهور فضت الخناقة. قالت لهم: هوبز هو الكبير وواجب عليكم تساعدوه، وإلا الشبشب هو اللي هيتكلم. هوبز فهمهم إن دي مش خناقة شخصية، ده إنقاذ للبشرية كلها من فيروس فتاك. أخوه بدأ يصلح الجهاز، وهم بدأوا يجهزوا لخطة مواجهة ستون وفريقه. المفاجأة كانت إن الأم اتخلصت من كل الأسلحة المتطورة، ومفيش غير أسلحة بدائية. الخطة كانت تعطيل أجهزة ستون ل6 دقايق، ودول كافيين إنهم يخلصوا على نص الجيش. والجهاز بيتصلح، هوبز وهاتي بدأوا يقربوا من بعض، وشكرته إنه واقف جنبها رغم الورطة دي. بالليل الجهاز بدأ يشتغل، الاستخراج هياخد 5 ساعات، وقبل الفجر ستون وصل المدينة. شو حمى أخته، وهوبز والعيلة بدأوا الملحمة. ستون طلب هاتي، بس العيلة بدأت تهتف بكلام مش فاهمه، وفجأة الأجهزة وقفت. دي كانت الإشارة، هجوم شامل من هوبز وإخواته، وضرب ما خلصش غير مع طلوع النهار. ستون حاول يخطف هاتي بطيارة، هوبز وشو ركبوا عربية فيها خطاف وسلسلة وشبكوا في الطيارة. القوة ما كانتش كافية، فبدأ إخوات هوبز يشبكوا عربياتهم واحد ورا التاني، سلسلة بشرية من الحديد. وبعد مخاطرة مرعبة على حافة الجبل، نجحوا يوقعوا الطيارة ويكسروا مراوحها. وهناك بدأت خناقة العمر. ستون كان بيقرأ كل حركاتهم، فهوبز وشو اتفقوا واحد ياخد الضربة والتاني يضرب. الخطة نجحت، ستون انهار، والمؤسسة قفلت نظامه ووقع في النهر وانتهى أمره. أخيرا الفيروس طلع، وهيسلموه للحكومة عشان يبرئوا اسمهم. هوبز اتصالح مع عيلته، وشو وهاتي راحوا يزوروا مامتهم اللي قررت تهرب وتعيش معاهم. وفي آخر لحظة تليفون لهوبز: مهمة جديدة أخطر من الأولى، وشكلنا هنشوفهم تاني قريب. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.